يقتله ويقول بيه هنا يعني الباصات. خديجة السلام من قرية الشيحة، العمر 41 سنة. كان مزارعة بالأرض، أزرع الدبشي، أزرع حنطة، أزرع بندورة. كقدر ما أقدر أحط عمال وإيد عاملة معاي كنساء وأقدر أشغلهن، يعني لو يطلع بيدي أشغل القرية كلها ما أقصر، لأنه الإنسان لازم يساعد الناس. والزراعة هي يعني فائدتنا إحنا إنه نزرع منها ونعيش منها كمزارعية وأتمنى إنه الزراعة تظل مستمر كحنطة وكشعير وكدبشي وعدة ألقى ذاك الواحد، يعني عدة شغلات. يعني نتمنى إن نوسع المشاريع لأوسع. وأنا عندي يعني أرض وأحب أشتغل فيها وأشغل نساء معي. شي 4 سنين أزرع، يعني زراعتي هي أكثر شيء بالبندورة والدبشي. حاليا هسه زارعين دبشي زاد، وأتمنى إنه المشروع يستمر كزراعة لي أنا أستفاد منه وأستفيد غيري. في عندي الأرملة مرت عزيز الشهيد، في مرت بدران زاد عندنا من القرية، ببنت أخويا مطلقة زاد قاعد تشتغل معي، بأختي زاديني كبيرة زاد قاعد تشتغل معي بالأرض. وأتمنى إنه إن شاء الله يكون المشروع يستمر ونستفاد إحنا منه وغيرنا يستفاد. نعم، وإيد وحدة ما تصفق. أنا هسه أعيد الكلام إنه إيد وحدة ما تصفق. إذا ما كان إيدين 3 4 بالأرض ما راح تستفادين منها شيء، لأنه بدها إيد عمال. الأرض بدها أنت تطيش وهي تطيش، يعني مثل ما أنت تطينها هي تطيش ذا الأرض. إيش هو هدفك من هذا المشروع؟ والله هدفي إنه أنا أعيش كأنه أنا يعني قاعدة أستحجي على عمري، يعني عمري 41 سنة، يعني أنا أعيش منه وزاد بي نسوان زاد يعني قاعد يعيشوا معي، وقاعد نستفاد من الأرض، وإحنا متمسكين بالأرض ومتمسكين لنا الأرض اللي ورثنا إياها أبوي. هاي أراضي يعني أراضي أجدادنا، بدنا نظل متمسكين بيه. أول ما أنا بديت فيه طبعا أهلي قبل كانوا أبويا جدي، وأنا هسه وأخويا نعم زادين مكافحين وقاعد نزرع بأرضنا ونشتغل بأرضنا، وإن شاء الله نتمنى إنه نظل بأراضينا. الحمد لله عندنا غنم نحلبها، بنخوض، بنجبين، بنقص الغنم، والحمد لله. أبيع على الماقف غنم زاد، يعني حسب زاد يعني ما الله يعطينا، يعني 5 6 روس مثلا كلها أذكورة أشيلها على الماقف وأبيعها وأستفاد منها. كمو أستفاد منها أنا أنا لا، زاد يعني أحط منها على الأرض، منها أحط على العمال. والله شعوري واقفة بنص هالزلم وأدحج حولي وحوالي، يعني عادي. بس أنا اللي طبعا طريقة اللي يعطونا إياها الأخوان الرفاقين إنه المرأة مثلها مثل الرجل، هي زاد يعني عندها يعني مثلها مثل الرجل، تبيع تشتري تروح على السوق عادي، يعني بهالوضع هذا. أما قبل يوم كانت المرأة تروح مثلا على السوق أو شيء هذا ما يصير. أما هسه عادي الحمد لله نروح ونشتري نعم كنا نخاف إنه وحدة والله ليش تروح على السوق وحدة إذا ما معها أخوها أو معها أبوها. أما هسه لا، نروح عادي على السوق على الماقف، أبيع أشيل كمية مصاري معاي وأجي عادي. والله يطلعوا علي بشيء عدة نظرات، ما أقول لك صحيح والله، يعني إنه شد عليه وين مالك أخو مالك زلمة، أقول لهم لا يابا زلمتي ميت وأخويا مو فاضي يجي، أنا أجي أبيع وأشتري والحمد لله، أبيع وأرجي وعادي. يعني تاجري كمان؟ تاجر نعم. زرعة متازرعة تديني كل معنى الكلمة يعني. وأسألي زاد إنه أروح على الماقف أرجع
اروح على الحسكه مثلا بدي اشتري شغله شيء انا اروح اجيب. والله ادعي انهم يستمرون ويدعمونا في شيء اكبر، يعني مازوت كمثلا قوه، يعني يعطونا مثلا، يعني زاد يعني يدحجون على وضعنا احنا، زاد يعني احنا نساء يعني كانوا بدنا شيء يعني نستمر به، بدنا شيء يعني نضل مستفادين منه. الزراعه هسه يعني اقول لك كل المنطقه هي تزرع، يعني زرعتها الحنطه والشعير الدبشي، وتعاني من المازوت. المازوت هذا شيء يعني لا تحكم به، انه الزراعه هذا ما مازوت منين بدك تسقي، منين بدك اطالب من اقتصاد المراه انه يدعم المشاريع هاي، طبعا هي المشاريع الزراعيه، ويدعمنا بالمازوت ويدعينا، وكنا كان نظل ايد وحده النساء طبعا، كان يظلن مستقدوات ويظلن عندهم قوه للزراعه وغير الزراعه. يقدروا يعملوا. مرت اخويا هاي على طول تشتغل معانا، هذه يعني على طول ايدينا وايدينها، وايد وحده ما تصفق. انا اقول لك وهسه اقول لك يعني اذا ما كانت ايدين ثلاثه بالمشروع طبعا ما راح يستمر. اتمنى انه رب العالمين يطفي هالنار اول شيء، ويعطينا العمر كله ونظل باراضينا هذه زاد، ويا النصر يكون ان شاء الله يعني للايد المستمره النا. فاطمة عبد الله محمد من قرية الشيحة، أنا ساكنة هنا. أنا أرملة، جوزي متوفي له 2 سنين، وبنت خالتي فاتحة مشروع من 3 سنين 4، شقلنا معاها يعني باليومية. طبعا أنا استفادت إنه يوميتي أطلع مصروف بمصروف ولادي هيك، يعني هذا اللي استفادينا منه، وهي تحطنا عمال تكون مشروع حزات تستفاد منه، انه توسع مشروعها واحنا نستفاد، وهيك يعني شغل وحياه، وانه واحد بارضه يعيش احسن ما يطلع على غير بلد، على يروح اي مكان هيك يعني. هذا انه واحد يحس انه يكون بارضه احسن ما يطلع برات بيته وبرات منطقته، يروح على بلد ثاني. واحد يعني ينبسط لما يكون اخواته وبنات عمه صديقاته كل معه، يعني ينبسط انه يشتغل معاهم. كل ما يمشي شوي يتوسع المشروع شوي.